السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعد المصري معالج الرفلكسولوجي. بنكمل إن شاء الله حلقاتنا، وموضوع حلقة اليوم الاغتسال وفوائده الطبية. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. صدق الله العظيم. ويقول جل وعلا آمر نبيه أيوب: اركب برجليك هذا مغتسل بارد وشراب. صدق الله العظيم. ولقد اكتشف الإنسان على مدار التاريخ الأهمية العظمى لتنظيف بدنه عن طريق الاغتسال، وعالج به كثير من كل الأمراض. ولكن لم يعرف تاريخ أمة جاء لها تنظيم لهذا الأمر أعظم من ذاك التنظيم الذي كرم به الله أمة الإسلام. فالمسلمون كما أمرهم الخالق الحكيم سبحانه وتعالى يجب أن يغتسلوا مع دخولهم هذا الدين لأول مرة، وحتى قبل نطق شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكذلك تغتسل المرأة بعد المحيض حتى تطهر، بل إنه يسن الغسل بين الجماعين كما جاء في صحيح مسلم: إذا جمع أحدكم وأراد أن يعاود فعليه بالطهارة فإن ذلك أنشط. والحكمة في هذا أن الاستحمام يجدد النشاط للجسم والعقل، ويعيد النظافة والتألق، ويجعل المرء في أكمل حالاته النفسية والجسمية. إذا تعرفنا أعزائي المشاهدين على الاغتسالات الطبية وفوائدها، فالاغتسال بالماء الساخن وحمامات البخار بيعمل على تفتيح مسام الجسم جميعها، ويؤدي هذا بالتبعية إلى تنفس خلايا الجسم بشكل طبيعي. معروف أن خلايا جسم الإنسان بتحتاج إلى عملية التنفس مثلها مثل أي كائن حي. وكذا يجدد الاغتسال بالماء الساخن الخلايا التالفة والمتهالكة، فيكتسب الجسم النشاط والحيوية وتهدأ الأعصاب. ولو كان الحمام الساخن في الليل فإنه يساعد على النوم الطبيعي العميق. والحمام الساخن يقلل من احتمالات الإسهال لأنه يعين على الهضم الجيد. أما أعزائي المشاهدين الاغتسال بالماء البارد، فالاغتسال بالماء البارد بيجعل جميع خلايا الجسم بما فيها من شرايين وأوردة بتعاود الانكماش بعد التمدد، وهذا يساعدها على اكتساب المرونة اللازمة التي تقيها الكثير من أمراض القلب والدورة الدموية، مما ينشط التنفس ويزيد من احتمالات اعتدال النبض والضغط. والحمام البارد بيفيد لمن كان بدنه نشيطا ولا يعاني من مشكلات في الهضم. ويمكن أعزائي المشاهدين أن يستعمل بعد الماء الساخن لتقوية البشرة وامتداد الجسم بالحيوية والنشاط، على ألا يكون الماء شديد البرودة. ولا يستعمل الحمام البارد عقب الجماع أو عقب الطعام مباشرة لما يسببه من أخطار. والاغتسال مع التدليك أعزائي المشاهدين بيجدد نشاط الجسم بشكل مدهش، ويجدد الحيوية باستمرار، ويساعد على النوم الصحي العميق. وكذا ينبه الحواس وينشط الدورة الدموية، ويساعد على تخفيف العبء الواقع على القلب. ويستحسن الاغتسال باستعمال زيت الزيتون مع التدليك عقب ممارسة الاغتسال أو الرياضة. كان معكم سعد المصري معالج الرفلكسولوجي. للتواصل 012 36 90 535 أو عن طريق الإيميل سعد_أستاذ_online@yahoo.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أمام مسجد الأزهر الشريف.